هرجع تاني برضو واقول لكم ايه الحلاوه دي اللي بيقدمها الراجل ده، بس في الشوط التاني. الشوط الاولاني كان اوت خالص. خلينا نقول الاول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا نتكلم بقى النهارده في ماتش حلو جدا ما بين فرقتين حلوين في نفس الوقت. قلنا من تقريبا من الاسبوع اللي فات ان الماتش ده هيفرق معانا جدا، لان ده هيبين لنا كواليتي اللعيبه اللي كانت عندنا وطريقه اسوريو، وهل اسوريو هيغير اصلا الخطه مع الفرق اللي تعتبر التوب 3 بشكل عام، او من الفرق القويه اللي موجوده اصلا في الدوري، ولا هيشتغل بنفس الريتم ونفس الاداء وهعمل حاجه واحده وهمشي على نفس السيستم. خلينا نقول كده الاول ان الزمالك غير التشكيل خالص، وسوريو قال لك انا هبدا ب 3-4-3 اللي كان الزمالك بيلعبها من الموسم اللي فات، هنبدا نشوف. فكان حاطط الثلاثه اللي هم قلب الدفاع زي ما هم اللي هم ثابتين اصلا في حتى في الخطه الثانيه، وبعد كده حط اربعه وبيلعب بالثلاثه اللي قدام. كان عامل النهارده حته حلوه قوي انا عجبتني، هو كان عملها في نهايه الماتش اللي فات، في نهايه الشوط يعني التاني في الاخر، ان هو كان مرجع عندوي باك شمال، لان هو الوحيد اللي تقريبا اللي عندك في اللي موجودين باستثناء عبد الله جمعه طبعا لان هو بعيد قوي بيلعب بشماله، فكان مرجعه يعتبر باك، لما الكوره يعني بتبقى عليك بيرجع هو باك رابع. فكان الراجل عامل النقطه دي حلوه جدا 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 جدا، وكانت عجباني. بس في نفس الوقت انت مضيع عامه في فكره الهجوم، لان في 3-4-3 بنسبه كبيره لو مثلا لو هنتكلم مثلا في ناحيه الاربعه اللي لو من ناحيه اليمين طالع، فاللي من ناحيه الشمال ما بيطلعش. في كور كتير جدا كنت تلاقي مثلا زيزو معاه الكوره وبيضم على ده عشان يسلمه وعايزه يطلع، فبيخاف يطلع عشان ما يتضربش وراه، فبنفس الوقت ايه بيرد ورا. فدي كانت عامله مشكله صغيره، بس كانت توستايه حلوه قوي في فكره ان هو بيرد ورا فبيقفل، وهو كمان سرعه، فكان قافل على اسمه ايه محمد فاروق. طيب خلينا بقى نتكلم في النقطه الاهم. هل اوسوريو غير التشكيله علشان يشوف المطوشه الكبيره؟ هي هو قال يجرب ويشوفها مع النهارده مع فيوتشر، وكويس ان هو اصلا جرب مع فيوتشر، لان بشكل عام هو لو كان جرب الماتش ده لو كان جرب نفس الطريقه دي مع الاهلي، واعتقد ان هو هيغيرها ومش هيلعب بيها في ماتش الاهلي، يا اما هيغير عناصر، ودي انا اتوقعها برضه، بس انا اعتقد ان هو ممكن ما يلعبش بيها في ماتش الاهلي، لان انت عندك مشكله كبيره جدا ان فيوتشر غير الاهلي شويه. فيوتشر يعني جاب جونين وكان ممكن يجيب تاني، بس فيوتشر ممكن يقول لك حافظ على النتيجه ورجع سنه ورا، رجع حوالي مثلا 10 متر ولا حاجه لورا وصبر عليك. الاهلي لو مكان فيوتشر النهارده بعد 2-0 دي كان زمانه حط كمان جونين، فدي كانت مشكله، هتعمل مشكله كبيره جدا جدا للزمالك لو هو فضل بنفس الناس، على الاقل بنفس الناس اللي لعبت النهارده. طبعا كان باين جدا ان مفيش نص ملعب في الزمالك انا بالنسبه لي كان بيلعب 3-3 او 3-4، يعني على حسب ان الاثنين مثلا اللي بيطيروا معاك قدام، وموقف اتنين بتوع قلب نص الملعب، انا شايفهم شوارع 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 شوارع. الناس عمرو السيسي ورؤى الاتنين شوارع حرفيا، ما ينفعش. يعني رؤى في الرمق ها، يعني لكن لا، التاني مش طبيعي، مش طبيعي. كرة بتتقطع منه، يلف 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 ويرد ويرجع، يا اما يلف يلف وتتقطع، بيسلم غلط بيستلم غلط، هو مش شايف في الملعب، هو حرفيا مش شايف. هو بيفكرني زمان لما كان يجي يقول لك انت اللعيب مثلا صغير ما تبصش في الارض وانت بتجري بالكوره، بص قدامك عشان تشوف الملعب. انا بحسه بيشوف بس بيبص في الارض مفيش تاني. هو النهارده هو فعلا مش شايف. الراجل هو نفسيا متدمر، كوره متدمر، مفيش اي حاجه بيقدمها فيها ريحه حتى نادي الزمالك بشكل عام. الراجل كان متداري في الماتش اللي فات، حتى الماتش اللي هو لعبنا فيه اللي لعب فيه في ماتش غزل المحله او الماتش التاني برضو، الراجل مش احسن حاجه، بعيد قوي. اسلوبه ما يناسبش نادي الزمالك، هو اسلوب محد في منتصف الجدول، اعتقد ان هو من اول الناس اللي هتمشي جوه نادي الزمالك. خلينا بقى نتكلم بشكل عام وبشكل منطقي على الراجل عمل ايه بقى. اولا نجم الزمالك هو زيزو، الشوط الاول هو اللي قام بالزمالك، خلينا صراحه كده. وطبعا مع بعض اللعيبه اللي معاه اللي عندها شويه روح زي الجزيري، زي ناصر، لا في ناس عندها حلو، بس هو رقم واحد، هو اهم واحد، هو اللي بيروح بالزمالك، هو اللي بيشيل وبيزق الزمالك لقدام. كرة طبعا هو لقى الحارس متقدم، جنش راح حاططها له. كرة طبعا برضو فيها برضو حته توفيق، بس الراجل عمل اللي عليه. نفس الكلام الجون التاني، رفعه حلوه، الكرة نزلت، معرفش جنش كان بيتنرفز على ايه ولا ايه، ومحدش لمسه ولا حد جه جنبه، الكرة اتحطت جون من ناصر، تمام. ننزل الشوط التاني بقى، الراجل عرف غلطه، قال لك بس انا مش هلعب
بنفس النقطه وافضل بنفس الناس، وهو اول مره صح فعلا يشيل الثلاثه اللي كانوا المفروض يتشالوا، اللي هما الاثنين بتوع نص الملعب سواء دروقه او عمرو السيسي، وطلع معاهم الجزيري، لان الجزيري برضو ما كانش احسن حاجه. الراجل كان برضو بيلعب على الواقف، بيلعب بيرجع على الراجع، ما اعرفش هو ماتش ماتش لا، والدنيا معاه مش الطف حاجه، وما ينفعش كفيرود تفضل قاعد بيه لحد نهايه الموسم. طيب بالنسبه ايه هو اللي عمله؟ رجع لخطته العاديه اللي هي 3-2-4-1. هنلعب عادي جدا، ثبت نصر قدام، لعب باربعه تحتيه، اتنين في نص الملعب اللي هم عمر، اللي هو نزلهم يعني يعتبر عمر وفتوح. فتوح ويعني الله اكبر، حدث ولا حرج، الراجل لازم يجدد، ما ينفعش الزمالك لازم يحافظ على الراجل ده بشتى الطرق. الراجل فارق عن ناس كتير جدا سواء في مركزه او في مراكز تانية. الراجل شايف الملعب، كاشف الملعب، نزل الراجل حطه في قلب الملعب، وثبت عمر متطرف عنه، هو اللي بيروح بقى يمين وشمال عمر بشكل عام، بس ثبت فتوح، خد انت بقى وانزل انت استلم، وبينزل مع عمر في اوقات يستلم، فانت فتحت باصه تانية تضرب بيها خط او خطين عامه من فيوتشر. هو اصلا لما بيستلم بيضرب بعد كده خطين ثلاثه لوحده اساسا بكوره باص زي الباص اللي حصل لشيكابالا في الاخر. كرة سهلة جدا اتلعبت من نيمار برضو عنده مشكلة يا جماعة، معلش لازم اتكلم عليها. الراجل عنده بطء في التفكير او في الباصة، يعني في كورة لو باصاها بسرعة ممكن نخلص، بيتأخر، بس الراجل عامل اللي عليه وما اقدرش اتكلم معاه. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بتبدا انت بقى الزمالك بيبدا يدور كوره من اليمين للشمال، بتلعب ناحيه الزناري على قد ما اقدر. برضو الزناري مش احسن حاجه، بس الراجل بيلعب مش في مركزه، والراجل بيحاول يدي على قد ما يقدر، فشكرا. طبعا استاذ عبد الغني انا هاجي لك بس في الاخر، يعني ده احنا هنتكلم مع بعض بقى للصبح، لكن خلينا نتكلم الاول في اهم حاجه اللي هو فتوح. بدا ياخد كوره، ينقل، يربط ما بين تحت اللي عندك فيها مشاكل كبيره جدا للاسف، ومع الجون بيربط، يطلع لقدام يسلم، لا بقى ناس بتفتح له. الشوط الاول ما كانش ده موجود، كان مفيش غير زيزو هو اللي تقريبا بياخد من كل اللي جاي من تحت، هو الوحيد اللي يعرف ياخد ويطلع بيك. لا الشوط التاني بقى عندك زيزو، بقى عندك فتوح، بقى بينزل لك كمان شيكابالا، بقى عندك ناس كتير، حتى نيمار بقى بينزل يستلم، فبقيت بتشوف بعضك، بقت في كوره بقى ده رايح ده جاي. عيبها طبعا الكوره دي لما بتتضرب، لو انت ما خدتش الكوره بسرعه هتبقى مشكله، ولو لعب بنفس الخطه هتبقى دي مشكله قصاد الاهلي. لازم يبقى عندك ارتداد سريع جدا انك تاخد الكوره، وان انت ما تسيبش الكوره في رجل الاهلي كتير، دي هتحتاج منك يعني كم كبير قوي من المجهود، لان الماتش هيبقى كبير، الفرقه اللي قدامك برضو عندها كوره، والفرقه اللي قدامك بتلعب كوره سريعه وكوره عاليه وبتستلم وتسلم صح 90% منها او 95%. هي مشكله الاهلي اصلا في التضييع قدام بس، وممكن مع حظك بقى انت بالذات تلاقي الناس كلها ما بتضيعش. فلما نشوف بس الدنيا ترسى ايه، والماتش الاهلي ده يحلها الحلال يعني. لكن خلينا نتكلم في الماتش الاولاني اللي احنا فيه. فالراجل لعب على النقطه دي في الشوط الثاني. النقطة التانية كمان اللي لعب عليها هي نرفزة لعيبة فيوتشر وإدارة فيوتشر والناس اللي قاعدة بره. علي ماهر عمل ماتش حلو قوي الشوط الأول، وكان عاملها صح، إن هو كان أصلا ما بيخليش الزمالك يعرف يستلم كورة كتير قوي من تحت، ده في بداية الشوط. بعد الجونين رجع سنة فالزمالك عرف يستلم، بس كان بيضغط على الراجل اللي بينزل، اللي هم أصلا اتنين تعبانين جدا سواء روى أو سواء التاني، فكان سهل جدا إن هو يستلم إيه، يضغط على الاتنين وياخد منهم الكورة، أو بشكل عام بيضغط فبيخلي أصلا اللي ورا يطوح الكورة ويلعبها لقدام. فكان راجل عاملها صح جدا، لحد ما هو اللي خد بنفسه الخطوتين الثلاثه اللي رجعهم ورا دول، هم دول اللي فرقوا مع الزمالك في الشوط الاول. اما بالنسبه للشوط الثاني فرقت معاه اكتر نرفزته هو. تاني حاجه ان هو لما الزمالك نزل له اتنين كويره بشكل عام، معاهم واحد عنده سرعه، مع انه مش احسن حاجه، ويمكن احسن ماتش عمله اصلا في الموسم كله او 45 دقيقه، بس عنده نزل اتنين كويره مع الناس اللي كانت موجوده اللي بتعرف تلعب كوره بشكل عام. الموضوع بقى اسهل، بقى فيه سهوله اكتر. وكمان لما الزمالك راح منزل او سوريو بشكل عام لما نزل ايشو، برضو الراجل انا يعني بتبشر له بحاجه كويسه جدا. الراجل الكوره، انا بحب الناس اللي هي بتلعب رجلها الشمال، حريف، تقيل على كورته، ما بيخافش، عادي هنزل وهلعب وهرقص وهروح وهاجي ومفيش مشكله. فبقى عندك في الملعب شيكا، ايشو، زيزو، آه كذلك فتوح، ناس كورت كوره، فبقى عندك 4-5 في الملعب بيلعبوا كوره، معاهم نيمار طبعا. فالناس بقى في ناس بتلعب كوره، عكس الشوط الاول اللي ما كانش فيه غير واحد ولا اتنين ميتين بس لوحدهم، مش هيقدروا يشيلوا برضه فرقه مهما كان. فالماتش كان داير حلو قوي. هو غلطه علي ماهر بس الوحيده اللي هو عملها ان هو في الشوط الاول رجع ورا، مع انه كان ممكن يدوس اكتر ويجيب، وكان جاله فرصتين قبليها ولعبته ضيعت. المشكله التانية بالنسبه لعلي ماهر هي اصابه احمد رفعت. كان برضو فرق معاه، بس في العام بشكل عام لا، هو
مشكلته اللي انا شايفها من وجهة نظري ان هو رجع خطوتين ثلاثه لورا، دول اللي فرقوا مع الزمالك، انه قدر يستلم كرة من تحت، وده بانت على كده في نهايه الشوط. طبعا الزمالك كان بالنسبه له اهم حاجه يطوح ويخلص الخمس ست دقايق اللي كانوا باقيين، بس كانت اهم حاجه او ما ظهرت جدا ان هو لما بدا يضغط تاني على الزمالك في الاخر، الزمالك ما كانش عارف يستلم ويسلم، فكان الزمالك بيريح دماغه انه ايه، يطوح. لان كمان حتى لو انت لاحظت ولا كان فتوح بينزل بقى في الاخر خمس دقايق، ولا فتوح كان بينزل، ولا كان اي مثلا عمر بينزل يستلم، هو كان بيطوحها ونلعب ان هي ايه الكره التانيه بشكل عام اللي هترد. فاوسوريو بدا، هو مش عارف ده بدا غلط، انا مش قادر اقول ان هو بدا غلط ان هو رجع للخطه القديمه اللي الزمالك اصلا ولعيبته عارفاها، بس ممكن اقول بدا بتشكيل غلط، فده اللي فرق معاه. هل بقى لو بدأ بنفس الطريقة مع الأهلي هتبقى صعبة جدا جدا جدا، وممكن اتنين دي تزيد عن كده. أهم بقى نقطة اتنين، عبد الغني، محمد صبحي. أستاذ عبد الغني أنا معرفش هو عنده مشكلة في إيه، بيتكهرب ليه لما الكورة بتعدي وبيبقى هو واحد على واحد، عنده كهربا بتحصل. الجون التاني تقريبا التاني هو غلطة مشتركة ما بين الاتنين. أولا يعني محدش بيطلع فاتح رجله كده، وحتى لو طلع يا عم هو انت كده كده، حتى النسبة الأكبر مش عليك، هو